السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهاردة بقى اعمل معاكم اللي هي طريقة عمل الكنافة. طبعا انا بفكركم برمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا معايا الصينية بتاعتي ديت دهنتها دهنتها سمنة القعرية بتاعتها دهنتها سمنة. لازم تدهنها سمنة عشان لما تيجي تقطعي الكنافة تطلع معاك الخرطة بخرطتها، ما تتهرسش منك او تلزق منك في الصينية. طبعا انا معايا الكنافة دي جبتها كده وكنت حطاها في الفريزر. فطبعا عشان سبتها شوية برا الفريزر، معرفتش ان انا اقطعها ناعم. فقطعتها كده بالشكل دوت. وجبت برضو معايا اللي هو سمنة بلدي وسمنة نباتي. بحط الاتنين من ده على ده. عايز تعملها برضو بسمنة بلدي عادي، مش مشكلة. وجبتها ودعكتها كلها بالسمنة بالسمن. لازم تدعك الكنافة كلها بالسمنة، بتطلع الطعم حلو. في ناس ما بتدعكهاش كلها بالسمنة، بس انا بحب ان انا ادعكها كلها بالسمنة عشان تيجي تاكلها كده تلاقي الطعم معاكي حلو كده. ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. قطعتها كده. المهم انا كنت جايبة كيلو. دعكتها كلها بالسمنة. بقسمها نصين. نص بحطه في قعرية الصينية من تحت، وبعد كده بعمل مهلبية، وبعد كده بحط الطبقة التانية زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. مامتي الله يبارك لها يا رب ويديلها الصحة، حماتي طبعا هي اللي كانت بتعملها. هي بتحب تعمل الكنافة بصراحة. احنا بنحب ناكل الكنافة بالذات من ايدها، عشان ما شاء الله بتكلفها وتخليها طعمها حلو، وتبقى متكلفة يعني ما شاء الله احسن والله من اللي بتتباع بره في المحلات. عايزة اقولك عمايل البيت لا يعلى عليها ما شاء الله. طبعا وهي قطعتها بعد ما دعكتها كلها بالسمنة وقسمتها نصين. طبعا بتفرد الرئة اللي هي الرئة اللي هي التحتانية، لازم تظبطيها. ولا تسيبي حتة باينة ولا حتة فيها كتير. لازم تسويها كلها زي بعضها اهي. وطبعا عايزة اقولك اهم حاجة برضو في الكنافة، لازم اهم حاجة كبستها. لازم تكبسيها كويس عشان لما تيجي تقطعيها تطلع معاكي الواحدة بوحدتها كده ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. عايزة اقولك انا الكنافة والجلاش والحاجات ديت مش شرط ان احنا بناكلها في رمضان، لا احنا على طول بنعملها في البيت. وانا بقى طبعا قلت اما اعمل لكم بقى طبعا الكنافة عشان بفكركم برمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين، اللهم امين. وفرحنا وفرح امة محمد، اللهم امين. طبعا بقى احنا العيال على طول بتحب ان هي تاكل حلويات او حاجة حلوة. فاحنا بنحب نعمل الحاجات الحلوة على طول دايما في بيتنا، بحيث ان الجو ساقع والكلام من دوت. ومعظم العيال بقى بتلاقيها طلعت على السرير من المغرب. وطبعا بقى عايزين الليل الشتا دي. عايزه اقولك ان الليل طويل، والعيال ما شاء الله عايزين على طول ياكلوا حاجات حلويات او انواع الفاكهه ما بتتمنعش من البيت، ولازم ان احنا على طول بنعملها وكده. ومامتي اديها وهي بتكبس الكنافه الرقه التحتانيه. اهم حاجة زي ما قلتلك تكبسي. اهم حاجة الكبسة اللي هي اللي تحت واللي فوق برضو. بكلوة ايدك كده، بكفة ايدك كده وتكبسيها كبسة كبسة حلو ما شاء الله. وهي عمالة بقى بتظبط فيها، لو حتة عالية فيها كتير، لو حتة رقيقة بتظبط. طبعا انا عاملة معاكم المهلبية. طبعا عايزة اقولك ان المهلبية ولا يكون سايبة ولا يكون جامدة. طبعا انا بعمل المهلبية بتاعتي من غير سكر. قولي ليه يا سمر من غير سكر؟ عشان هقولك ان انت كده كده بتسقيها شربات. فطبعا لو انت عملت المهلبية بالسكر وعملت برضو سقتها شربات، هتيجي تاكلها كده تلاقيها مسكرة او زيادة عن اللازم وتجزع النفس وكده. فانا بحب ان انا اعمل المهلبية من غير سكر، وتكون المهلبية بتاعتي ولا تخينة ولا ولا مرقة مني. تكون سمكها يكون حلو. واديني مامتي هي فرشتها في الصينية في الرقة اللي يعني فرشة الرقة التحتانية، وبتكبسها كبسة حلوة. وبترجع تفرد تفرد المهلبية في النص زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. فطبعا عايزة اقولك كل ما تيجي تعملها بالمعلقة تقوم
الكنافة طالعة منها. فقامت جايبة شوية كنافة كده وحطتهم في ايدها، وحبت ان هي تفردها بيها. ما شاء الله. اديني يوت عملت المهلبية. فطبعا احنا عندنا هنا في البيت في ناس بتحب ان هي تعملها بالمكسرات، يعني جوز الهند والزبيب والفول وكده، وفي ناس بتعملها بالمهلبية. احنا عامة بنحب نعملها بالمهلبية مش بالمكسرات يعني. وبنحب نخلي الكنافة بتاعتنا في قلب الفريزر، وهتطلعها من الفريزر على طول تهرسها كده، هتلاقيها نعمت معاك خالص وكده. ما نحبش نعملها بالشعر. فعايزه اقولك اللي هي فيها نسبة شعر بسيطة. ليه؟ لان انا ما طلعتهاش من الفريزر وهرستها بسرعة، سبتها نسيتها يعني قيمة 5 دقايق، كانت هي فكت، فما طلعتش مني ناعمة يعني. احنا بنحب نطلعها كده من الفريزر ونعملها ناعمة. في ناس بقى بتحب تعملها بالشعر، زي ما تحبي بقى، كل واحد كل واحد وطريقته. ما شاء الله. طبعا انا بجيب بقى اللي كنت عايزه اقولك، اللي انا كنت قاسمه برضه اللي هي كنافه نصين. النص حطيته في القعر من تحت وفوق المهلبيه، وجبت النص اللي انا كنت سايباه زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده، وقمت دي اخر طبقه اللي هي طبقه اللي على الوش. ما شاء الله كلها تهيت وبسواها زي بعضها. وعايزه اقولك بقى طبعا بعد ما بخلص خالص واكبسها حلو، بكون معايا برضو السمنه واحطها على وش السمن اللي على وش الكنافه. عايزه اقولك برضو عشان وش الكنافه تلاقيه وشه كده، الكنافه هتلاقيه احمر كده، لون ذهبي كده حلو ما شاء الله. فلازم بسقيها كلتها سمنه ما شاء الله. عايزه اقولك ان الكنافه بصراحه بتاعت مامتي حماتي، يعني الله يبارك لها ويديلها الصحه يا رب ويطول في عمرها. عايزه اقولك ان الطعم والريحه بتاعتها ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عايز الله مش ترجي. ما شاء الله، ما شاء الله. الحاجات ديت بقى بتاعت الناس الجيران اللي جنبنا. معلش بقى كنت انا بسجل الفيديو والصوت دوت اللي انتوا سمعتوه في الفيديو طلع، معلش بقى غصب عني. ما شاء الله. شايفين؟ ادي كده الشكل بتاعي كلتها اهوت بسقيها سمنة بلدي على سمنة نباتي. كل وشها ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. تعالوا اتفضلوا معانا. ما شاء الله. معلش بقى. وادي بقى طبعا بقى معايا معايا الشكل بتاعها. طبعا وشها زي قعرة، يعني الوش زي الظهر بتاعت. طبعا وانا احمرت حلو معايا اللون الدهبي. واديني اهوت بسقاها اللي هو الشربات بتاعي. عايزه اقولك برضو الشربات بتاعي مكون من مكون من كوبايه ميه وكوبايتين سكر وعصرة ليمونة وكيس فانيليا. وعايزة اقولك اللي انا بحطهم على النار ومعدتش بقلبها خالص، ولا يكون الشربات بتاعي يكون تخين ولا يكون خفيف، زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده ما شاء الله. وعايزه اقولك على حاجه برضو، اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم وبدعمكم انتوا اللي هتخلوا قناتي بتاعتي تكبر. ما شاء الله. شايفه؟ بسم الله ما شاء الله كلها شربت شربات.